يا مساء الفل عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض حلة مسقعة. طعم وريحة وبأقل كمية زيت. يعني تقريبا مفيهاش زيت خالص، غير يمكن معلقتين او 3، وعاملة كمان حلة كبيرة زي ما انتوا شايفينها كده. وهتطلع طعمها ما تفرقهاش عن اللي انت بتقليها في الزيت، وبطريقة حلوة جدا وسهلة. معايا هنا كمية من البتنجان، دول حوالي 2 كيلو. بنشيل العنقود الأخضر وهقطعهم، قطعيهم أي تقطيعة انت حباها، أي تقطيعة هتنفع. معلش هنا في اللقطة دي أنا كنت لسه ماسكة التليفون في إيدي وبصور لكم. فما صورتش وأنا بقطع. المهم زي ما انتوا شايفين، بصوا أنا بقطعها ازاي. قطعتها بالطول الأول، وبعدين قطعتها طرنشات، وكل ما أقطع واحدة بديها رشة ملح، رشة ملح أبيض، رشة خفيفة جدا. خلاص هخلص كل الكمية تقطيع، وبين كل واحدة وكل ما اقطع واحدة اديها رشة ملح، كل ما اقطع واحدة او اخلصها تعفيرة ملح خفيفة جدا بتسحب المية اللي هي بتبقى في البتنجان الزيادة، يعني بتخليها تبقى خفيفة شوية. كده خلصتهم، وكمان قطعت حوالي 5 أو 6 وحدات من الفلفل الرومي الأخضر. وحاطة معاهم كمان 1 أو 2 فلفل حامي شطة يعني. اختياري براحتكم، يعني دي المية اللي نزلت من البتنجان. خلاص معايا هنا بقى على النار هنقليه، بدل ما هنقليه في زيت لا هنقليه في مية. طبعا احنا لما بنقلي في زيت بنحط شوية شوية، حبة حبة صغيرين كده، فانا نفس الحكاية هنعملها في المية. رغم المية كتير هنا، بس انا هحط ايه حبة حبة، يعني مش هكتر. اهو زي ما انتوا شايفين كده حبة صغيرين، وهخليهم يغلوا. وهنسيبهم يغلوا على النار، يعني غلوة ولا 2 كده بس، قلبتين كده في المية اللي بتغلي، وخلاص على كده. وهطلعهم في المصفى، والحبة اللي هيتسلقوا أو ياخدوا غلوتين هطلعهم، وتحت المية الجارية على طول لحد ما يبردوا تبريد سريع. ده عشان أنا بعمل كمية، لو انت بتعملي حبة صغيرين هتطلعي من المية على الصلصة على طول. إيه لو الصلصة عندك جاهزة، فاهمين؟ خلاص أنا بغطيها بس عشان تاخد غلوة سريعة. غلوتين كده وكشفت عليها، وهبتدي اطلع بقى في المصفى وهبردها تبريد سريع. ليه هبردها تبريد سريع؟ عشان ما تاخدش سوا اكتر من اللي احنا عايزينه، وعلشان اللون بتاعه يفضل فاتح ما يغيرش. لان لو سبتيها كده لونه بيغمق شوية. خلاص اهو نطلع على المصفى على طول وتحت الحنفية. ونفس المية هحط فيها تاني وتاني لحد ما اخلص كل الكمية بتاعتي. ده الكلام ده لو انت عاملة كمية كبيرة، لو عاملة كمية صغيرة هي تطلع من المية على الصلصة على طول. اهو حطيت شوية تاني وهديهم برضو غلوتين، وهطلع ونفس الحكاية اكررها في كل الكمية، علشان انا عاملة كمية كبيرة. فانت لو عاملة حاجة بسيطة هتطلعي بيهم على الصلصة على طول. خلاص هنا بشطفهم اهو مية جارية. على فكرة هما لونهم كان ابيض، بس مش عارفة باين لكم في الصورة مخضرين ليه. هو كان لونه ابيض حلو، يعني بيفضل لونه زي ما هو مش بيغير. ده الباقي الكمية اهو. انا حبيت بس اوريكم ان انا ايه، في نفس المية عملت كذا مرحلة. برضو باين مخضر في الصورة، بس هو ابيض صدقوني. بصوا اهو. خلصنا كل الكمية وبردناه، يعني كله بقى بارد مش سخن. وبعد كده نعمل بقى الصلصة بتاعتي. كنت مجهزة الحاجة. هنحط زيت معلقتين 3، هي دي حبة الزيت اللي هستخدمهم في كل الكمية اللي انتوا شفتوها، اللي هي حوالي 2 كيلو.
بصلاية كبيرة قوي مقطعاها مكعبات صغيرة، هفضل احمر فيها واشوح فيها كده لحد ما تاخد لون كده. خلاص اهي بدأت تاخد لون، يعني بحب اخليها تبقى صفرة ايه يعني صفر اصفر غامق يعني. اول ما اخدت لون نزلت عليها بحوالي معلقة توم مهروس، توم مفروم من اللي انا شايلاه في الفريزر، وهنزل عليهم بعصير الطماطم اللي انتوا شفتوه، اللي هو كان طماطم وفلفل احمر. فلفل احمر حلو بيدي درجة لون حلوة للطبخ بتاعنا. وبعد ما ضربتهم في الخلاط نزلت بيهم على البصل والثوم اللي احنا كنا مصفرين لونه. خلاص ركنتها كده على العين اللي ورا تغلي، عشان العين اللي ورا نارها اقوى شوية. نسيبها بقى تتسبك كويس جدا، وخدت الحلة دي فضيتها على الحلة اللي فيها البتنجان والفلفل مع بعض. هنا بحط التوابل بتاعتي، توم، بتاع ده كمون وكزبرة ناشفة ورشة بهارات، أي بهارات عندك بتحبيها حطيها، بس الأساسي معلقة توم معلقة كزبرة ناشفة ومعلقة كمون وملح. وهنا حطيت مكعب مرق وقلبيهم بقى تقليبة كويسة ويغلوا غلوتين. ونفس الحلة دي فضيتها على كمية البتنجان اهي زي ما انتوا شايفين، وفضيتهم على البتنجان كان محطوط في الحلة وبيغلي مع بعض، ياخد غلوة كده ولا اتنين وخلاص. يعني انت طبعا هو البتنجان طالع من المية المغلية تقريبا يعتبر مستوي، فهنا هياخد غلوتين وتطفي عليه. ليه بقى غلوتين وتطفي عليه والخطوة السلق في المية دي مهمة؟ يعني ليه ما حطيناش في الصلصة على طول؟ لما بنرميه البتنجان في الصلصة على طول وتخليه يغلي لحد ما يستوي، لون الصلصة بيغير كده، بيبقى مبيض كده شوية. انما طالما اخد الوقت التسوية بتاعته وجزء كبير منه في المية، يبقى هنا في الصلصة هياخد حوالي غلوتين اتنين وبتطفي عليه وخلاص على كده. والبهارات بتكوني مبهرة الصلصة بتاعتك كويس جدا. عايزة اقول لكم انا حطيت كمان معلقتين خل كبار بيدوا طعم حلو قوي للمسقعة. بس ما تصوروش معلش. بس كده، هي دي كل اللي احنا عملناه في حلة المسقعة، سهلة وبسيطة وتطلع طعمها وريحتها في منتهى الجمال. أحلى من اللي بتقليه في الزيت كمان بكتير، وخفيفة جدا في الأكل وبأقل كمية زيت. يعني كده احنا وفرنا زيت كتير، فجربوها الوصفة دي بجد حلوة. حلة مسقعة محترمة كده تقعدوا تاكلوا فيها شهر. عايزة اقول لكم انا بعد ما بخلص ممكن اعبيه في اكياس يبرد خالص، وأعبيه في اكياس وبشيله في الفريزر، ينفع في وجبة الفطار. بس كده، باي باي.